تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. إخواني وأخواتي جميعا، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرجو أن تسمحوا لي في البداية أن أشكر وأقدر هذه العشيرة المحترمة من عشائر الأردن، والتي حقيقة نحتفل في هذا اليوم في هذا المهرجان لإعلان المرشحين محمد الرقاد الشاب الذي تم اختياره من قبل الحزب، كما ذكر عطوفة الأمين العام الدكتور مصطفى العماوي. وأسأل الله عز وجل أن ينطبق عليه قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والرسالة الثانية رسالة دعم وتأييد. حملت هذه الرسالة من أبناء عشائر العقاربة في جميع محافظات المملكة، تدعم وتؤازر الحزب الوطني الإسلامي. واسمحوا لي أيضا في البداية أيضا أن أشكر الإخوة والأخوات الذين رافقونا من مدينة سحاب العز وسحاب المساجد وسحاب الشهداء، الذين جاءوا ليشاركوا معنا في هذا المهرجان. واسمحوا لي أيضا أن أشكر وأن أقدر كوادر الحزب الذين جاءوا من مختلف المناطق تلبية لدعوة الحزب. إخواني وأخواتي، لماذا الحزب الوطني الإسلامي؟ الحزب الوطني الإسلامي، لماذا نختار هذا الحزب؟ لأن المنطلق وطني والمرجعية إسلامية، ونلتزم بالثوابت الأردنية وثوابت الأمة العربية والإسلامية، ونلتزم بالدستور ومجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات، وأيضا نعتز بالهوية الأردنية. إخواني وأخواتي، العمل النيابي تكليف لا تشريف. العمل النيابي في الحزب الوطني الإسلامي نعتبره دعوة إلى الله عز وجل. إنها أمانة ثقيلة ومسؤولية عظيمة يسأل عنها العبد أمام الله عز وجل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة وهذه مسؤولية، وتحتاج إلى الأمين، وتحتاج إلى القوي الذي يقدر المصلحة العامة، مصلحة الأردن العزيز. ولنا في قول ابنة شعيب النبي عندما رأت من موسى مواصفات ومعايير الترشح والتعيين والوظيفة، ماذا قالت؟ قالت: يا أبت استأجره
إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجروا، رشحوا، وظفوا، هذا معيار دقيق. القوة معناها الكفاءة والقدرة على قول الحق والوقوف مع الحق، وأن يقف مع المظلوم وأن يسترد له حقه. هذا هو القوي. والأمين الذي يكون عنده تقوى وخوف من الله عز وجل ورقابة ذاتية داخلية. يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ إني حفيظ عليم. هذه مواصفات القيادة وهذه مواصفات المسؤولية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتحملون المسؤولية بأمانة وإخلاص. واسمعوا لي أيها الإخوة والأخوات رسالة إلى موقف الحزب من فلسطين والقضية الفلسطينية وغزة، غزة العزة التي تقف في هذه الأيام ضد اليهود المغتصبين. يجب علينا أن نعلم أنهم يثبتون على الحق ويدافعون عن هذه الأمة. واعلموا أيها الإخوة، كثير من الناس يقول لقد خسروا وذهب ضحايا وشهداء، ولكن اعلموا أنهم هم الذين فازوا وربحوا، لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: إن الله اشترى هؤلاء أهل غزة وفلسطين، وقعوا عقدهم مع الله عز وجل، عقد مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هي شروط العقد؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لخباب ابن الأرت رضي الله عنه، عندما قال: يا رسول الله، وهو يعذب ووقع عليه الأذى: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب؟ قال قولته المشهورة: لقد كان من قبلكم تخد لهم الأخاديد وتحفر لهم الحفر وينشرون المناشير من حديد، ما بين لحمهم وعظمهم لا يصدهم ذلك عن دين الله. ثم ماذا قال؟ هذه البشرى، بشرى يا إخوة، بشرى رسول الله لنا جميعا ولأهل غزة. ثم قاله: يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بارك الله فيكم، بارك الله في جمعكم، بارك الله في هذه الوجوه الطيبة. موعدنا معكم أيها الإخوة يوم الثلاثاء 10/9 لتقولوا جميعا نعم للحزب الوطني الإسلامي، هذا الحزب الذي أخذ على عاتقه مصلحة الوطن والدفاع عن قضايا الأمة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لهذا الحزب النجاح والتوفيق. حمى الله الأردن قيادة وجيشا وشعبا تحت ظل القيادة الهاشمية. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.